بقول لك ايه، لو انت ما تعرفش حاجه عن النوش اللي حصل في الكوره في مصر بقاله كام يوم، تعالى اما اقول لك. الاهلي والزمالك المفروض كانوا هيلعبوا السوبر المصري في الامارات. عظيم. قبل الماتش بكام يوم طلع سياده المستشار مرتضى منصور وقال لك لا يا باشا، الزمالك مش هيلعب الماتش ده، المفروض كهربا والشناوي وعبد المنعم موقفين، ما ينفعش يروحوا مع الاهلي. طب هل هو ليه الحق يقول حاجه زي كده ولا لا؟ انا ما اعرفش والله، انا بسالك، انا مش عارف. يقوم اتحاد الكوره يقول لك لا يا باشا، انا ما باخدش كلام من السوشيال ميديا، انا عايز خطاب رسمي من الزمالك ان هو هينسحب من الماتش. وسط الخناقه دي بقى بيراميدز بيصطاد في الماء العكره، راح يقول لاتحاد الكوره يا باشا لو الزمالك مش هيلعب انا ممكن العب عادي. وسط الخناقه دي بقى مجلس اداره النادي الاهلي قاعد حاجه يا خرابي على الروقان، قاعد يا باشا ملوش دعوه بالخناقه الدايره دي كلها، انا رحت الامارات وشوف بقى مين هيلاعبني وابعتهولي، عشان بعد كده الزمالك خلاص يرد بخطاب رسمي ان هو مش هيلعب النهائي، واتحاد الكوره يقول لبيراميدز يا باشا روح شارك مكانه. اللجنه المنظمه للماتش بقى في الامارات يعني راحوا بعتوا اعتذار رسمي للناس اللي كانت حاجزه الماتش اصل الاهلي والزمالك هيلعبوا، وحاجه يعني اخر قله قيمه، يا جماعه احنا اسفين والله حقكم علينا بس دي حاجه خارجه عن ارادتنا، وحاجه تكسب بصراحه يعني. سيبك بقى مين صح ومين غلط، انت رايك ايه في اللي بيحصل؟